أعزائي المشاهدين، نعود لكم مرة أخرى في برنامج صباح الخير يا مصر، ونرحب مرة أخرى بضيفنا وضيفكم دكتور صفوت أيوب، المدير التنفيذي لمنتدى الجنوب والشمال بكندا. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. نتكلم بقى في الفترة اللي جاية على أكتوبر وانتصارات أكتوبر، ما قدمه الجنود المجهولون لمصر في فترات سابقة، وما ننتظر أن يقدمه جنود آخرون في الفترة القادمة إن شاء الله بعد ثورة 25 يناير. ولكن يعني أستسمح حضرتك بأن احنا في تقرير عن أكتوبر نشوفه مع بعض ونرجع نستكمل حديثنا مع حضرتك. ثمانية 38 عاما مضت على حرب أكتوبر العظيم، 38 عاما تأثرت فيها الأحداث الإقليمية والعالمية بنتائج هذه الحرب، 38 عاما تغيرت فيها استراتيجيات دول وسياسات حكومات وحياة شعوب، 38 عاما نجحت خلالها السياسة المصرية في استثمار نتائج هذه الحرب في تحرير الأرض ودعم السلام والانطلاق نحو التنمية الشاملة. إنها لحظات من عمر هذه الأمة توقف أمامها التاريخ كثيرا من أجل استيعاب دروس هذه الحرب ونتائجها وانعكاساتها على العالم. لقد أثبت الجندي المصري بحق أنه خير أجناد الأرض بعد أن قاد حربا اضطرته الظروف لخوضها من أجل عودة الأرض المسلوبة والحق المغتصب من العدو الذي ظن أن لديه جيشا لا يقهر. استطاع الجندي المصري الشجاع أن يضع حدا لهذه الأكذوبة بعد تحطيم خط بارليف الحصين وعبور قناة السويس وإرباك العدو من خلال الخطط المحكمة التي قادت في النهاية إلى النصر. وبعد عودة كامل الأراضي المسلوبة خاضت مصر معركة لا تقل ضروة عن كل معاركها السابقة، وهي الاتجاه إلى تحقيق التنمية الشاملة والأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي. تلك الطفرة الحضارية شملت جميع النواحي والأصعدة وتحققت بأيدي كل مصري ضحى بكل ما هو غال ونفيس من أجل إعلاء شأن الوطن. الثورات هي التي تكشف معادن أبناء الوطن، من يلتف حول العلم ومن يترك الميدان. هناك جهود مخلصة قام بها المصريون في كل مكان كما قلنا في الداخل والخارج للارتفاع ورقي هذا البلد. هناك مجهودات قام بها سيد سفير، نتعرف منك على بعض المجهودات التي تمت في حرب أكتوبر وكانت بعيدة عن أذهان الكثيرين. أنا وقتها كنت لسه يعني دبلوماسي صغير، وكنت أرأس النادي نادي شباب الدبلوماسيين في باريس. نعم. كان رئيس النادي الشرفي هو رئيس مجلس الشيوخ أو السنت، وهذا الرجل كان له نفوذ قوي جدا، وكان له دور موالي لإسرائيل قوي جدا في هذا الوقت. ومع الوقت ابتدى يفهم قضيتنا وانها دي احنا بنستعد للحرب تحرير ارضنا، وفي هذا الوقت كنا محتاجين لنظام الدفاع الجوي المنخفض لظروف مختلفة. الرئيس الراحل السادات والخبراء السوفييت لما طلب منهم ان ينسحبوا من مصر، السوفييت ما ادوناش هذا النظام. نعم. اجتهدت انا هناك والحمد لله الرئيس مجلس الشيوخ ده ألان بوير ساعدنا جدا. وكان وقتها في فترة حكم الرئيس جورج بومبيدو اللي كان رئيس وزراء الجنرال دوغول، والجنرال دوغول كان فاهم القضية كويس قوي. وهو من أسباب سقوطه في الحكم يعني في الانتخابات هو لأنه وقف على الحياد بيننا وبين إسرائيل في 67 وقبلها وبعدها. وفي هذا الوقت حصلنا على نظام الدفاع الجوي كروتال اسمه، وهو نظام لا يقل جودة عن النظام السوفيتي. نعم. وتذكر سيادتك الرئيس الراحل السادات كان بيقول سنة الضباب
سياسه الضباب دي كان معناها ايه؟ معناها ان انا مش شايف المقاتلات الاسرائيليه كانت بتخش مصر بتضرب بحر البقر وجبل الاصفر والمدارس وبتاع وما بنشوفهاش. نعم. لان ما كانش عندنا نظام الدفاع الجوي. اما جبناه وبلغت انا حافظ بيه اسماعيل الله يرحمه، وهو كان استاذي وزي والدي وكان مستشار الامن القومي للرئيس السادات. دخل الرئيس السادات قال له احنا حصلنا، فقال له الله اكبر يا حافظ بتستعد. فكانت هي اللبنه الاخيره في الاستعداد لحرب اكتوبر. والسيد حافظ اسماعيل كان له دور كبير في تشجيعي ان انا استمر في الحصول على هذا النظام الدفاعي، وهو اللي لعب دور مهم قوي الحقيقه كمان مع كيسنجر في الاعداد لحرب اكتوبر. كيف دارت هذه المساله مع كيسنجر؟ حافظ بيه كان بيجي باريس نعم. سرا، وكان بيجي يلتقي بكيسنجر لما كان كيسنجر بيجي يتفاوض مع الفيت كونج عشان انهاء حرب فيتنام. كان بيجي في ضواحي باريس. ففي اظن ثالث لقاء او ثاني لقاء قال للكيسنجر، قال له ان انا يعني باجي عشان تضغطوا على اسرائيل انها تنسحب وبتاع، باين انكم يا مش قادرين يا مش راغبين، فاحنا هنعتمد على قوتنا الذاتيه. هو اتهز قوي كيسنجر وقال له طيب اذا وعدها كذا مره عرفتوا تخطوا خط برليف المنيع ده تقفوا في المرات. وحافظ بيه طبعا نقل هذا الكلام ده للرئيس السادات، وده يفسر اللي حصل بعد كده وموقف الفريق الشاذلي وكان عايز يكمل. والحقيقه حافظ بيه نفسه لما الفريق الشاذلي قال انا ماشي وهتوقفوني ليه، هو خد صف الفريق الشاذلي الحقيقه. رغم انه هو كان نقل الاتفاق مع كيسنجر ان احنا نقف الممرات. فاعتقد انه حافظ بيه ما خدش حقه في دوره في انتصاراتنا في حرب اكتوبر، ودي مناسبه ان احنا يعني نحييه ونحقق ذكراه ونقول دوره الحقيقي في هذا. طيب هل ربما تختلف السياسه مع الدبلوماسيه احيانا؟ السياسه شيء والدبلوماسيه شيء اخر. المفروض الدبلوماسيه تتبع السياسه. نعم. في سياسه بوليسي بيتبعها وزير خارجيه والطقم بتاعه اللي هم السفراء والسلك السياسي. البوليسي ده ممكن كمان يجي من يعني من الدبلوماسيين، يعني الدبلوماسيين راجل سفير شاطر او دبلوماسي شاطر ويعرف يشكل العلاقات بينه وبين الدوله دي ويبعتها بقى لصانع السياسه. صانع السياسه لما بيلاقي كويسه بيتبناها. يعني هي هي لا في اتجاهين. نعم. هي طبعا الاتجاه الاساسي بتيجي السياسه بوليسي. وما تنساش كمان ان السياسه الخارجيه دي انعكاس للسياسه الداخليه. لو السياسه الداخليه ضعيفه، لو الوضع الداخلي ضعيف صوتك بيبقى ضعيف. صحيح. لكن انا اذكر من يومين او ثلاثه وزير خارجيه امريكا هيلاري كلينتون قالت في حديثها مع اظن فضائيه مصريه، قالت ان مصر ممكن تصل لان تكون احد الدول العشره الهامه في العالم. وده دور المصريين بقى، ان احنا نرجع ونساهم في بناء بلدنا، وده الوقت المناسب. ما انت عم تشوف الاتراك بيجوا يستثمروا. صحيح. اليونانيين جايين. صحيح. العرب بيستثمروا. طب واحنا فين؟ يعني ربنا فتح على المصريين في الخارج. طب كيف يمكن ان نستثمر العلاقات المصريه التركيه الايرانيه الصينيه، الدول التي لم تكن لنا علاقات لها بالشكل الكافي والمؤثر في فترات سابقه، كيف نستثمرها في الفتره القادمه؟ انا اذكر بالذات عشان الوقت ضيق الصين. الصين للاسف احنا اهملناها. نعم. الصين النهارده هي القوه الاعظم، هذا بدون شك. انا كنت هناك قعدت شهرين في زياره رسميه وزياره خاصه بعدين. زي ما بيقول الانجليز seeing is believing، لما تشوف تصدق. صحيح. هم وصلوا في كل المجالات الطبيه والعسكريه ووصلوا الى القمه. فاحنا يجب ان احنا نعيد علاقتنا بالصين يا جماعه. دي علاقه قديمه جدا. الرئيس عبد الناصر وشو انلاي ده كانوا اصدقاء. صحيح. وشو انلاي ده احنا اعترفنا بالصين من 55 سنه، من 55 سنه كانوا بيحتفلوا بيها. دي مناسبه ان احنا نعيد علاقتنا مع الصين. الصين بتسلف امريكا. الدين الامريكاني في ايدها. هي اللي بتحاول تنقذ اليونان النهارده. لما كان
وين جاوباو رئيس الوزراء الصيني بيزور انجلترا في الصيف اللي فات، ما راحش لندن، راح برمنجهام ونزل من الطياره على مصنع سيارات كانوا اشتروه هم من سنتين وانتجوا سياره صيني انجليزي في انجلترا. يعني عاوزين ايه يا جماعه؟ طب كيف بقى يمكن ان نستثمر هذه العلاقات الجديده مع الصين ونربطها بالوضع بعد 25 يناير وكما حدث ايضا بعد اكتوبر؟ بعد الانتصارات هناك طموحات غير محدودة ينتظرها أبناء الوطن ليخرجوا من مرحلة قديمة كان لها وضع معين اقتصادي وسياسي واجتماعي لمرحلة جديدة الوضع فيها أفضل من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. شوف، عاوز أقول لك حاجة، يجب ألا يشغلنا علاقتنا الوطيدة بالولايات المتحدة عن علاقتنا مع الصين. الاثنين يمشوا بالتوازي مع بعض. أنا ما بقولش نسيب ده عشان نروح لده، احنا دولة، احنا أعرق دولة في العالم، يعني ممكن نتعامل مع الكل وتعاملنا قبل كده. فيجب ان احنا ننشط علاقتنا مع الصين. الصين ممكن يساعدونا مساعدات ما فيش حد يساعدنا بيها، وهم مخلصين في هذا ومستعدين، بس هم مش شايفين ان في حد في الناحيه الثانيه جاهز. كنت بتكلم مع سفير الصين ده النهارده، قال لي ابتدي ازاي؟ قلت له ابتدي بالفرق الفنيه، بالبعد الثقافي. انتوا عندكم احسن فرق في العالم. انا زرت مناطق كتير في الصين عندهم فرق فمثلا في المنطقه الاسلاميه هم اليوجور، وعلى فكره في ناس كتير مع اليوجور فعلا في الصين عندهم فرق من احلى ما ممكن نبتدي بيهم. على فكره المنطقه اليوجور دول هم اصل الاتراك اصلا من هناك. يا سلام. امال ايه؟ وهم بينشروا هذا الموضوع الصينيين حاليا عشان برضه يبينوا ان الثقافات متقاربه. الدكتور صفوت ايوب المدير التنفيذي لمنتدى شمال وجنوب كندا، كل الشكر لحضرتك. ومن خلال برنامج صباح الخير يا مصر بنأكد ان احنا جاهزين وبنمد ايدينا لكل الخبرات القادمه من الخارج لترتقي بمستوانا الاقتصادي والاجتماعي وايضا السياسي لرفعه مصر الحبيبه. وصباح الخير يا مصر.